لندن العاصمة في بريطانيا. ربيع سنة 2010 كان في شخص جنسيته أسترالي اسمه جوليان أسانج. جوليان صبغ شعره، حط عدسات لاصقة عشان يغير لون عينيه، وحط زلط جوه الجزمة عشان يمشي بيعرج شوية. كل ده لأنه كان متأكد إنه متراقب من المخابرات الأمريكية والبريطانية، وإنه ممكن يتقبض عليه في أي لحظة. فتنكر في زي عامل دليفري ومشي في اتجاه سفارة الإكوادور. ولما دخل السفارة كده هو رسميا جوه حدود دولة الإكوادور، والشرطة البريطانية ما تقدرش تقبض عليه جوه السفارة. وقدم على لجوء سياسي، ومن الوقت ده ولمدة 7 سنين فضل جوه السفارة الإكوادورية عشان يتهرب من الملاحقة القانونية من البوليس في بريطانيا أو المخابرات الأمريكية والبريطانية. في الفيديو هنحكي إيه جرائم الجيش الأمريكي اللي فضحها جوليان أسانج، وإزاي اتقبض عليه، وإيه علاقة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق بجوليان أسانج، وهل كان السبب في القبض عليه، وإزاي أفرج عن جوليان أسانج بعد المناظرة ما بين دونالد ترامب وجو بايدن. النهاردة هنحكي القصة من البداية، لأن القصة وراها حكاية. هنبدأ القصة سنة 2006. وقتها جوليان أسانج أسس موقع ويكيليكس. ويكيليكس كان موقع لتسريب وثائق الحكومات وعلى رأسهم الحكومة الأمريكية، لكن جوليان ما كانش هو اللي بيهكر الحكومة الأمريكية عشان يجيب الوثائق دي. هو عمل الموقع على الديب ويب، وقال اللي عنده أي وثائق تفضح الحكومات يقدر ينزلها على الموقع ده مجانا. والميزة في الموقع إن هوية اللي هينزل المعلومات هتكون مخفية، لدرجة إن هوية المسرب هتكون حتى مخفية عن جوليان أسانج نفسه. وفي اللحظة دي انهالت عليه وثائق مسربة وصل عددها ل 250 ألف وثيقة، وفي فترة قصيرة جدا انتبهت ليه كل الحكومات حوالين العالم، وعلى رأسهم الحكومة الأمريكية. وكانت المراسلات السرية بين أعضاء حكومة جورج بوش وقتها إن إحنا حاليا بنتفضح على موقع ويكيليكس، لدرجة إن لما جوليان نفسه اعترف إن هو ما يعرفش هوية المسربين محدش من حكومة جورج بوش صدقه. لكن رغم كل ده موقع ويكيليكس ما كانش معروف بين العامة، وكانت شهرته الأكبر بين الناس اللي بتدخل على الديب ويب عشان تشوف الوثائق المسربة. لكن كل ده اتغير سنة 2010. كان في محلل في الاستخبارات الأمريكية سنة 2010 اسمه برادلي مانينج. برادلي كان شاهد على جرائم كتير نفذها الجيش الأمريكي في دولة العراق، فقرر إنه يهكر سيرفرات الجيش الأمريكي ويسرب مئات الآلاف من الوثائق السرية عن الحرب الأمريكية في العراق. ووقتها ده كان أكبر تسريب للوثائق في التاريخ، وأكبر تسريب ده ما كانش لحكومة ضعيفة أو لدولة صغيرة، دي الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة العظمى اللي بتتحكم في السياسات وفي الدول. وفجأة جه ضابط صغير سرب كل فضايح الجيش الأمريكي في العراق على موقع على الديب ويب، وفي أقل من 24 ساعة كانت كل الصحف العالمية بتتكلم عن تسريبات الحكومة الأمريكية اللي نشرها برادلي على موقع ويكيليكس. White House blasting the release of over 90,000 U.S. military records. They tell a story that some veterans of the region know full well. More civilian deaths than are ever reported, unexplained American deaths, questionable battlefield tactics. The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. Following the release of the Afghan war logs, WikiLeaks announced it is sitting on over 250,000 U.S. diplomatic cables. لما أمريكا دخلت العراق كلنا كعرب كنا عارفين إن أمريكا بتحقق مصالح شخصية، لكن العالم الغربي كان شايف إن أمريكا داخلة تحرر العراق. ولكن بعد تسريب الوثائق اللي حصل على ويكيليكس بقى مثبت بالدليل إن الحكومة الأمريكية كانت داخلة العراق لمصلحة شخصية، وعشان تحقق المصلحة دي كان لازم يموت عدد كبير جدا من المدنيين. بدأت التسريبات توضح إن عدد المدنيين اللي بيموتوا كل يوم أكبر بكتير من الأرقام المعلنة. ده ببساطة لأن الجيش الأمريكي كان بيقول إنه ما بيحسبش عدد الوفيات من المدنيين، لكن المفاجأة إن التسريبات وضحت إن الجيش الأمريكي كان بيحسب عدد المدنيين اللي بيموتوا في الحرب، العدد اللي وصل لمئات الآلاف. وبعد التقديرات حطت الأرقام دي في الملايين. عدد المدنيين اللي ماتوا في الحرب ماتوا بدون سبب، أسر كاملة ماتت بدون وجه حق. والفيديو اللي أثبت الجرائم دي بطريقة لا تدع مجال للشك كان فيديو انتشر على موقع ويكيليكس مدته 30 دقيقة. الفيديو بيورينا 2 طيارين هليكوبتر طايرين فوق منطقة مدنية، وكان في أسرة طالعة من المسجد ومروحين على بيتهم. الطيار شك إن معاهم أسلحة، فجت لهم الأوامر بإطلاق النار وقتل المدنيين بطريقة وحشية. إحنا حاولنا ننشر الفيديو قبل كده بطرق مختلفة، مرة ظللنا الصورة بشكل كبير ومرة تانية نشرناه كصوت بس، لكن للأسف كل مرة كان الفيديو بيتحذر بسبب وحشية المنظر، فمش هنقدر نوريكم الجريمة دي. لكن قبل ما نرجع نكمل قصة جوليان أسانج وموقع ويكيليكس، زرار الانضمام جنب زرار الاشتراك. ودلوقتي خلينا نكمل القصة.
الفيديو ده هيخلي الشعب الأمريكي اللي في وقت من الأوقات كان بيدعم الحرب دي وبينادي بيها وكمان بيمولها بفلوس الضرايب يقدر في ثانية يبقى واقف ضدها، ودي اللي السياسيين في أمريكا ما كانوش هيرضوا بيه. في الوقت ده التسريبات بتوضح إن الحكومة الأمريكية كان عندها تفاصيل بكل الجرائم، لكن كانت بتتكتم عليها لحد ما يخلصوا مصلحتهم في دولة العراق، وده اللي خلى جوليان في خطر كبير، لأن هو اللي عمل المنصة اللي نشرت فضايح الجيش الأمريكي. ومن 2010 ويكيليكس بقى أشهر موقع على الديب ويب، وده اللي خلى الناس تتقسم لنصين، نص شايف إنه صحفي ومناضل وبينشر الحقائق وبيفضح الظالم، والنص التاني شايف إنه شخص خطر ويجب التخلص منه في أسرع وقت. وعلى رأس الناس اللي كانت بتحارب جوليان أسانج وزيرة الخارجية الأمريكية في حكومة باراك أوباما هيلاري كلينتون، وساعتها جوليان حس إن هو في خطر كبير وإن المخابرات الأمريكية ممكن تقبض عليه في أي وقت وتتخلص منه. ساعتها قرر إنه يطلب لجوء سياسي من سفارة الإكوادور في لندن، فبدأ التنكر وعمل القصة اللي شرحناها في أول الفيديو. ومن وقتها ولسنين طويلة فضل جوليان عايش جوه سفارة الإكوادور في لندن، وده لأن الحكومة البريطانية كانت دايما حاطة عدد كبير من أفراد الشرطة خارج السفارة، عشان لو جوليان حاول يطلع من السفارة في أي وقت يتقبض عليه فورا. وأقصى حاجة كان جوليان يقدر يعملها إنه يدي بعض البيانات الصحفية من البلكونة بتاعة السفارة. ودلوقتي هنتكلم إزاي جوليان في وقت من الأوقات كانت علاقته بدونالد ترامب علاقة قوية جدا، WikiLeaks, I love WikiLeaks. وفي وقت تاني كان دونالد ترامب هو السبب الرئيسي في القبض على جوليان أسانج. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. القصة بدأت سنة 2016 لما كانت الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، وزي ما عرفنا قبل كده هيلاري كلينتون كانت أكبر المحاربين لجوليان أسانج، ودي النقطة اللي استغلها دونالد ترامب في الهجوم على هيلاري كلينتون، خصوصاً إن في الوقت دوت انتشرت الفضايح بتاعة إيميلات هيلاري كلينتون واللي اتسربت على موقع ويكيليكس سنة 2016 قبل الانتخابات الأمريكية. واللي يخصنا من التسريبات دي هو التدخل الأمريكي المجحف في السياسات الداخلية للدول العربية، وتسريب الإيميلات دي كان السبب الرئيسي لفوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية بسبب ذكائه واستغلاله للفضايح دي أحسن استغلال. وده اللي خلى دونالد ترامب يشوف وقت من الأوقات إن جوليان أسانج ده بطل. لكن بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة بدأ الحرب الشرسة على جوليان أسانج. حصلت اتصالات كتيرة ما بين دونالد ترامب ورئيس الإكوادور بيطلب منه تسليم جوليان أسانج للحكومة البريطانية وإن يتم طرده من سفارة الإكوادور في لندن. وبالفعل حصل اتفاق ما بين الحكومة الأمريكية وحكومة الإكوادور، ودخل أفراد من الشرطة البريطانية جوه حدود سفارة الإكوادور في لندن واتقبض على جوليان أسانج وأخرجوه بالقوة وتم تحويله مباشرة إلى السجن. ولحد فترة قريبة جوليان ما كانش اتحكم عليه حكم نهائي، لكن كانت التوقعات بتقول إن الحكم هيكون بالسجن لمدة ما تقلش عن 170 سنة، وما كانش فيه صورة واضحة لحالة جوليان أسانج الصحية جوه السجن. لكن التقرير الطبي اللي كان من الأمم المتحدة كان بيوضح إن حالة جوليان صعبة جدا جوه السجن، ولمدة 5 سنين فضل جوليان جوه سجن على بعد 45 دقيقة من لندن. ولكن في يونيو 2024 انتهت محاكمة جوليان أسانج. المحاكمة انتهت لما جوليان وافق على صفقة إقرار بالذنب من المدعي العام الأمريكي، وأقر بالذنب في تهمة التجسس المتعلقة بالحصول على وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية ونشرها. لكن كان الاتفاق إن بعد إقرار جوليان بالذنب يتم الإفراج عنه، وكان من ضمن الشروط إن جوليان يقدر يرجع لبلده الأم أستراليا. وبالفعل يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 وصل جوليان لأستراليا. لكن حاليا مش معروف وضع جوليان هيكون إيه في أستراليا، هل هيتعامل معاملة البطل ولا معاملة المجرم؟ وهل موقع ويكيليكس هيجيله يوم ويشتغل بنفس القوة اللي كان عليها سنة 2010؟ كل الأسئلة دي هنعرف إجابتها في المستقبل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وادخلوا على القناة وشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهاتنا اللي جاية. وافتكروا دايما إن القصة وراها حكاية.